السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ منوريني ومشرفيني في قناتي. معانا النهارده اكله اسكندراني حلوه قوي. هعمل لكم النهارده السجق اسكندراني والكبده الاسكندراني بطرق حلوه جدا وجميله وسهله وسريعه. معايا طماطم وفلفل كوبي وبصل، ومعايا سجق بلدي، ومعانا ملح وفلفل وبابريكا، ومعانا توم كمان. وهنشوف هنعمل الوصفة بتاعتنا النهاردة ازاي. اول حاجة كده هبدأ اقطع الصدوق بتاعي كله قطع كده كبيرة حلوة زي ما انتوا شايفين كده. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هقطعه كده زي ما انتوا شايفين كده، قد عقلة الصبع كده. وهقطع الكمية اللي معايا كلها بنفس الطريقة. وبعد كده هعمل ايه تاني؟ هقطع كمان الفلفل مكعبات والبصل والطماطم، وهبدأ اشوف هعمل الوصفة بتاعتي ازاي النهاردة. دي طريقة السجق الاسكندراني. لو انتي حابة تعمليه سليم صوابع زي ما هو براحتك، عايزة تقسمي الصباع بالنص بس براحتك، وعايزة تقطعيه زي ما انا قطعته كده، اعملي الطريقة اللي تناسبك طبعا وتريحك. انا بحب اقطعه كده عشان ياخد الطعم، ويبقى طعم الوصفة بتاعتي حلوة قوي. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين كده هقطع كل كمية السجق اللي معايا، وبعد كده هبدأ اجهز الوصفة بتاعة النهاردة. هنعمل ايه جنب السجق الاسكندراني؟ هعمل شوية مكرونة كده خفاف وصراع، وكمان هعمل لكم او هقول لكم على طريقة الكبدة الاسكندراني. طريقة حلوة قوي سهلة وسريعة كمان، والطعم حكاية. طعم زي اللي بنشتريه بقى من المحلات بره بالظبط، حاجة كده تحفة وزي العسل. منورين قناتي طبعا ومشرفينها متابعيني. ما تنسونيش بقى في تعليق حلو ولايك والشير وسبسكرايب، وما تنسوش تقولوا لاصحابكم وحبايبكم على القناة بتاعتي. القناة هتكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. اهم حاجة ان انتوا تدوني تعليق حلو كده يشجعني ويحمسني، وتقولوا لي رأيكم في وصفاتي ايه النهارده. كده خلصت كمية السجق اللي معايا كلها، وهبدأ بقى احضر باقي المكونات بتاعتي. هعمل ايه؟ هغسل القطاعة والسكينة بتاعتي كويس جدا، وهرجع بقى اقطع البصل والفلفل والطماطم. هقطعهم ايه؟ المفروض ان انا هقطعهم كلهم مكعبات كده زي بعض. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، هعملهم مكعبات صغيرة عشان خاطر الطعم والمكونات تكون كده مع بعضها وتديني طعم حلو. زي ما انتوا شايفين كده هقطع كمية الفلفل اللي معايا كلها. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هقطع الفلفل والطماطم برضو مكعبات، والبصل كمان هقطعه مكعبات زي ما هتشوفوا كده بالظبط، كله بنفس الطريقة. وهبدأ بقى أحضر الوصفة بتاعتي النهاردة. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هولع كده النار على الحلة بتاعتي ونقول بسم الله، وهنزل فيها بشوية من الزيت معايا، وهبدأ أحضر الوصفة بتاعتي. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنزل بالسجق بتاعي كده في معلقتين الزيت، وهبدأ اقلب فيه لحد كده اما ايه نزل الدهون اللي فيه كده، واحس ان هو اخد تحميرة كده. وبعد ما ياخد التحميرة بتاعته هنزل عليه بالبصل، وهحط معلقة من الملح والفلفل الاسمر، وهفضل اقلب فيه لحد ما البصلة تدبل معايا شوية. كده انا بعمل ايه؟ بعمل الصدوق الاسكندراني بطريقة المحلات والعربيات بتاعة الكبدة والصدوق. زي ما انتوا شايفين كده حاجة تحفة، ريحته حلوة قوي، طعمه زي العسل. الوصفة سهلة وسريعة، ما بتاخدش مني اي وقت. هنزل بشوية من الملح والفلفل الاسمر، وهقلب بقى البصل مع السجق لحد ما البصل بتاعي يدبل، واحس كده ان هو كمان استوى. مش هحمره، مجرد ما احس ان هو دبل واستوى هنزل بفصين توم مفرومين كده عليه كمان، وهفضل اقلب فيه لحد ما احس ان التوم والبصل استووا معايا. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بعد ما يدبل معايا البصل هعمل ايه؟ هنزل عليه بالفلفل، وهبدأ اشوحه برضو كده تشويحة سريعة مع السجق والبصل والثوم.
الوصفة دي سهلة وحلوة قوي وسريعة، الحمد لله كل وصفاتنا مع بعض بتكون سهلة وسريعة ونقدر نعملها في أسرع وقت. ما بتاخدش وقت ولا مجهود ولا إمكانيات ياما. وصفاتنا كده على قد الإيد زي ما بنقول، وحاجة نقدر نعملها كلنا. وصفات متنوعة، يا رب تكون بتعجبكم. يا ريت تقولوا لي رأيكم في وصفاتي ايه، ورأيكم في القناة ومحتواها كمان ايه. زي ما انتم شايفين كده نزلت بالفلفل، وهبدأ اشوح الفلفل مع السجق تشويحة برضو، وبعد كده هنزل عليهم بالطماطم المخرطة. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يا ريت بقى ندعي لاولادنا اللي في الامتحانات واللي خلصوا امتحاناتهم مستنيين النتيجة بتاعتهم، ربنا يوفقهم كلهم. ودايما يا رب في نجاح وتفوق، ودايما كده نشوف اولادنا كلنا في احسن حال يا رب العالمين. وتكون الامتحانات سهلة وخفيفة عليهم بإذن الله. نبدأ كده بقى نشوح الفلفل مع البصل والثوم والسجق اللي معايا، ومحطين عليهم ايه، حاطين عليهم رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسمر. هنزل بقى بالطماطم كمان اللي معايا، وهبدأ أقلبه واسيبه لحد الطماطم دي ما تستوي، تنزل المية بتاعتها وتشربها تاني كده، وبكده هيكون استوى معايا، وهتكون وصفتي جاهزة. كده الاكله بتاعتي النهارده تكون جاهزه. زي ما انتم شايفين شكلها تحفه، حاجه كده وهم ريحه وطعم وشكل، حاجه زي العسل. نعمل بقى الكبده الاسكندراني، وهوريكم طريقه الكبده الاسكندراني، وكنت قايله لكم ان انا بعملها بطريقه حلوه قوي هتعجبكم. هجيب الكبده الاسكندراني كده، وهبدا انزل فيها بربع كوبايه او نص كوبايه من الخل. ليه هي الشطفة بتاعت الكبدة ما ينفعش نشطفها بمية ولا بلبن ولا بأي حاجة من الناس بتشطفها بيها دي، عشان طعمها ما يزفرش. انا زي ما انتم شايفين كده بحط عليها بس خل، وبعد ما احط عليها الخل هسيبه فيها دقيقتين وهصفيها، وبكده بتكون الكبده بتاعتي اتغسلت وطعمها وريحتها زي الفل. زي ما انتم شايفين كده حطيت عليها الخل، وهسيبها في الخل ده 10 دقايق، وبعد كده هنبدأ ننزل بيها في الطاسة. سبتها في الخل وصفتها زي ما انتم شايفين، وهبدأ اجهزها. معايا فلفل ومعايا خلطة بجيبها من الراجل بتاع الكبدة. عبارة عن ايه؟ الخلطة دي عبارة عن توم وفلفل وخل وبهارات وليمون. هنزل كده بمعلقتين من الزيت في الطاسة، وهنزل بحبة من الخلطة اللي انا جايباها من بتاع الكبدة طبعا، اللي انا قلت لكم زي ما هي ايه: توم، فلفل مطحون، وتوم مطحون، وخل وملح وفلفل وكمون وكزبرة، وشطة بابريكا. وهنزل فيها بقى كده بالكبدة بتاعتي، وهبدأ احمر الكبدة في الخلطة دي، وهزود معاها كمان فص من الثوم المطحون، وهنزل بالبهارات بتاعتي والفلفل الكوب المتخرط اهو، فص ثوم المطحون. وهبدأ بقى اقلبها واسويها كده تسوية حلوة. اهم حاجة النار بتاعتي تكون عالية ومظبوطة عشان تاخد الصدمة بتاعتها، كمية الزيت تكون مناسبة للكبدة. وهبدأ اقلبها زي ما انتم شايفين كده. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هبدأ بقى اقلبها كده زي ما انتم شايفين. الخلطة بتاعت الكبدة اللي انا بجيبها من عند البياع بتاع الكبدة او بتاع اللحمة، انا بعملها في البيت وبشيلها دايما في الفريزر عندي. بحط فصين توم مفرومين، قرن فلفل حامي مفروم، بحط عليهم كزبرة وكمون وملح وفلفل اسود وشطة، وبقلبهم مع بعض بشوية من الخل وعصرة ليمون، وبحطهم في علبة او في كيس في الفريزر. ولما باجي اعمل اي كبدة بطلع منها وبستخدمها. التتبيلة دي مع القعدة بتدي طعم حلو قوي، وبتدي ريحه حلوه قوي للكبده. انا نزلت بيها بمعلقتين في الزيت، ونزلت بعد كده بالكبده، ونزلت معاها بفصين توم مفرومين، وهفضل اقلبها كده لحد ما الكبده كلها تاخد صدمه ولونها يتغير معايا. وبعد كده هبدا انزل بالتوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي بقى اللي على قد الكبده اللي انا حطاها. حط ملح وفلفل وكمون وكزبره. عايزه تحطي رشه من الشطه ماشي، هتكتفي بالفلفل الحامي اللي احنا حاطينه مع التتبيله بتاعت الكبده ماشي. هنزل بالفلفل الاخضر كده قبل التسويه بشويه، عشان يفضل يديني حرمشه كده ويبقى طازه معايا وطعمه حلو. هنزل بالفلفل، وهفضل اقلب التتبيله والكبده بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. نصلي على الرسول صلى
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هقلبها كده زي ما انتوا شايفين، وبكده هي هتكون جاهزة معايا ومستوية. قبل ما اطفي على طول هعصر الليمون واطفي. ليه؟ لان انا لو سويتها بالليمون طعم الليمون هيمرر فيها وهيديها طعم مش كويس. فانا بحط الليمون وانا بطفي، يعني انا طفيت النار واعصر الليمون، او هعصر الليمونه واطفي على طول قبل ما تلحق تغلي او تستوي بالليمون. هحط كمية ليمون مناسبة. انا الكمية اللي عندي دي هحط ليمونية او ليمونية ونص بس، نص كيلو من الكبدة. هعصر الليمون كده واديها تقليبة حلوة، وهبدأ اقدمها في الاطباق مع بطاطس محمرة وشوية مخلل وليمونتين كده للي عايز يزود ليمون.